هلو يا فنانين، حلقة جديدة من سكتش في 5 دقايق كل يوم حد الساعة 7 بتوقيت السعودية. أي حاجة بنرسمها بنحدد عليها اتجاه الضوء جاي منين، على أساس ده بيتغير حجم الجسم اللي احنا بنرسمه شكله عن طريق الظل والنور اللي بيحصلوا عليه. تمام. طيب المرة دي احنا هنرسم شفايف مفتوحة شوية فباين السنتين اللي في الواجهة من فوق من الفك العلوي. تمام. تاني حاجة أنا بحاول أشوف مسافة الخط بين نهاية الشفايف من جوه وبداية الشفايف اللي تحت برضو من جوه، بينهم وبين بعض المسافة قد ايه، وعلى الأساس ده ببدأ أرسم الخط اللي بين الشفتين دول، ومنه ببدأ أشتغل على الظل والنور وتفاصيل الشفايف. طبعا الشفايف هي نسيج وجلد عادي جدا زيه زي اي حاجة في البشرة، بس نسيج الجلد بتاع الشفايف ليه لون مختلف ونسيج مختلف. عشان كده انا مش عادة او مش على طول بعمل اوت لاين للشفايف. بعمل اوت لاين في حالة ان الشفايف مثلا عليها روج او في اتجاه ظل، عمل لي عليها اوت لاين في جزء معين بس. وده طبعا مع الاستمرارية ومع الملاحظة والتغذية البصرية اللي على طول هتعملوها هيخليكم تشوفوا امتى ممكن يحصل اوت لاين او تحديد للشفايف. بعد كده بعد ما اكدت على مكان الخط اللي في النص والخط من فوق والتفاصيل دي كلها، بالمناسبة متنسوش ده الانستجرام بتاعي، بعتولي الريزلتس بتاعت الاسبوع اللي فات والريزلت دي عشان نشارك مع بعض اول باول نتائج السكتشات بتاعتنا، ونحاول نشوف ايه اللي ممكن نعدله على طريقة الرسم بتاعتنا فتخلينا ننتج بشكل اسرع. متنسوش الهدف من السكتشات السريعة دي ان احنا نكسر يعني الحدة او نكسر الحدود اللي بيننا وبين الورقة البيضاء، وكمان نكسر فكرة الارت بلوك ونخلي ايدينا عندها مرونة اكتر. السكتشات السريعة كمان بتخلي ايدي اسرع لو انا هشتغل على لوحة اكبر فيها تفاصيل اكتر واقعية او فيها تفاصيل اكتر من السكتش السريع. طبعا بدي عمق او الفراغ اللي جوه الشفايف بديله ظلال ما ببينش فيه اسنان تاني، وببدأ عن طريقه اعمل احدد الاسنان بتاعتي، وابدأ اعمل شوية ظلال من الجنب ومن فوق اللي هي ظل الشفايف اللي من فوق على الاسنان، وببدأ اوضح بقى بعد كده تفاصيل الشفايف او الاسنان من جوه، وببدأ اشتغل على السكتشات. طبعا احنا كنا قلنا على التظليل، خطوط التظليل ممكن جدا اتجاهات وشكل الخط اللي انا بشتغل فيه او طريقة التظليل تساعدني في ان انا اعبر عن طبيعة الجسم ده. يعني مثلا الشفايف انا اشتغلت لها اقواس داخله من جوه لبره بحيث وكثفت خطوط، يعني نفس فكره الهاتشن والكروس هاتشن، بس الفكره ان هي مش خطوط ستريت، هي خطوط واخده قوس ارشز كده. فعلى الاساس ده انا ببدا ان انا اوضح الفكره بتاعتي، وابدا ان انا احاول ان انا ادمج فكرتي او طريقه التظليل مع طبيعه الجسم اللي انا برسمه عشان يساعدني في ان انا ابرزه اكتر بوضوحا والتفاصيل دي كلها تبان، من غير طبعا ما اشتغل كتير على الظل والنور او اشتغل واقعي. انا بس بحاول ان انا اهدي اعصابي شويه ناحيه السكتشات، واخلي ايدي بدل ما اكون دايما متوتره او ان انا لا انا هعمل سكتش فمدور دايما على المثاليه وان سكتشاتي او لوحاتي تكون بيرفكت، لا انا بحاول اهدي بس الدنيا واشتغل حاجه تمرن ايدي عشان زي ما قلت لكم نكسر حاجه ان احنا نبعد عن الرسم فتره او يبقى عندنا ارت بلوك والكلام ده كله. تاني حاجه هنا بقى انا عندي ظل من الشفايف اللي فوق على الشفايف اللي تحت، طبعا لان انا قلنا في اول السكتش ان الشفايف ان اتجاه الضوء اصلا من فوق، وعشان كده انا الشفايف عندي اللي فوق عليها اضاءه من فوق، وهنا كمان هيبقى عليها اضاءه من النص على ما يبدا يظهر عندها اضاءه من ظل الشفايف اللي فوق على اللي تحت. وهنا هبدأ اشتغل هاتشن وكروس هاتشن، وكمان هشتغل خطوط التظليل اللي انا بشتغل بيها الاقواس بتاعة الشفايف عشان اكد على الاوتلاين بتاعها البسيط. سامحوني طبعا لاني بعد ما اشتغلت للاسف اكتشفت ان اتجاه زاوية التصوير ما ساعدنيش قوي في ان انا اظهر الرسمة بتاعتي بشكل مرتب، بس طبعا هتكون باينة في تمبلاين بره فهتكون اوضح بكتير. دي طبعا الاضاءة اللي موجودة على الشفايف اللي تحت. وبرضو هرجع افكركم تاني متنسوش تشاركوني على انستجرام وتعملوا سبسكرايب والشير للفيديو لاي حد عندكم فنان ومحتاج ان هو يكسر القاعدة دي بينه وبين الرسومات وانت يعمل سكتش سريع وفي نفس الوقت يتعلم حاجات في وقت بسيط. تقدروا تبطئوا الفيديو شوية وتقدروا ان انتوا تخلوه اسرع من كده كمان. بس بعد كده هبدأ اعمل ظل الشفايف اللي تحت على الدقن او الجزء اللي تحت بروز الشفايف هيعمل ظل على الجزء اللي تحت. اشوفكم على خير يا فنانين، متنسوش كل يوم حد سكتش في 5 دقايق. باي باي.